نهوجس في قضايانا الإريترية لكثرة الأحداث المتزامنة في منطقة القرن الأفريقي. نسأل الله تعالى أن يسلمنا من كل سوء وأن يوفقنا لكل خير. في بداية كلمتي أولا أحب أن أهنئ أسر الأسرى أو المعتقلين الذين تم الإفراج عنهم في أسمرة ورجعوا إلى ذويهم، وعددهم 13 معتقلا، كلهم مسيحيون. ونتمنى أن يمن الله عز وجل على إخواننا المسلمين المعتقلين أيضا بالإطلاق السراح. فأهنئ هذه الأسر وأهنئ وأقول أيضا اللي المفرج عنهم من المعتقلين حمدا لله على السلامة. ونتمنى من هذا النظام أن يكف عن الاعتقال بغير حق وبظلم، وأن يفرج عن المعتقلين من ذوي الرأي والمعتقلين من الشيوخ وطلبة العلم، وعلى رأسهم الشيخ آدم شعبان. ندعو هذا النظام أن يتقي الله عز وجل في هؤلاء الناس قبل أن تنزل عليهم العقوبة من الله عز وجل. وبعد مشاهدي الأكارم ننتقل إلى درسنا سيرة من نور وقراءة حول صحيح البخاري. فكنا في الأسبوع الماضي قرأنا حديث ضمام بن ثعلبة رضي الله تعالى عنه وأرضاه الذي رواه أنس بن مالك وأخرجه الإمام البخاري رحمه الله تعالى. وقرأنا هذا الحديث برواياته من الأئمة كل بسنده. فروى هذا الحديث الإمام البخاري والإمام مسلم والإمام أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه والدارمي في سننه، وكذلك مسند الإمام أحمد. ومررنا على كل الروايات التي قرأها الأئمة وأضافوها. واليوم نشرع في شرح هذا الحديث العظيم. قبل أن نشرع في شرح هذا الحديث، من الأهمية بمكان أن نذكر وفود رسول الله صلى الله عليه وسلم. رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم لما بدأ دعوته في مكة المكرمة أقام فيها 13 عاما، وهو يقرر التوحيد ويأمر بالصدقة ويأمر بصلة الرحم ويأمر بترك المنكرات والأخلاق الرذيلة. وآذته قريش وأرادت قتله أو سجنه أو نفيه، فشرع الله عز وجل له بالهجرة إلى المدينة المنورة بعد أن هيأ الأسباب وجهز الأمور لإقامة دولة إسلامية في المدينة المنورة. وأهل المدينة المنورة تبعوه لأنهم آمنوا أنه رسول من عند الله تبارك وتعالى، وأعطوه عهدهم ومواثيقهم ليمنعوه كما يمنعوا أنفسهم ونساءهم وأبناءهم وأموالهم. وبهذا هاجر النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة المنورة، وبدأ يشرع صلى الله عليه وسلم بتثبيت الدولة الإسلامية في المدينة المنورة. ثم في العام الثاني بدأ الكفاح المسلح والجهاد في سبيل الله ورفع راية القتال ضد من يصد عن سبيل الله تبارك وتعالى. واستمر القتال من السنة الثانية حتى نهاية السنة الثامنة. وحصل في هذا فتوحات عظيمة ونصر من الله عز وجل
لنبيه الكريم صلى الله عليه وسلم، كما حصل فيه أيضا ابتلاء وامتحان للصحابة ودروس وعبر في خلال تلك الغزوات. وفي العام الثامن، نهاية العام الثامن وبداية العام التاسع، والتاسع كله كان يسمى عام الوفود، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد فتح الله عليه قلوب القبائل، وانتشر الإسلام في ربوع الجزيرة العربية، كما قال سبحانه: إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا. فجاءت الوفود إلى النبي صلى الله عليه وسلم من كل حدب وصوب. هذه الوفود كان منها وفود أفراد ووفود جماعات. وبما أننا نشرح حديث ضمام بن ثعلبة رضي الله تعالى عنه وأرضاه الذي رواه أنس بن مالك وأخرجه الإمام البخاري وغيره، نضطر أننا نذكر الوفود. باختصار، الوفود من الأفراد الذين أتوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، على رأسهم ضباب بن ثعلبة من بني سعد، جاء يسأل عن الإسلام ثم رجع داعية لقومه. ثانيا، عدي بن حاتم الطائي رضي الله تعالى عنه وارضاه، سيد طي، قبيلة طي، أسلم بعد حوار مع النبي صلى الله عليه وسلم. ثالثا، عمرو بن عنبسة أو عمرو بن عبسة. عمرو بن عبسة هذا من السابقين، قدم على النبي صلى الله عليه وسلم في مكة ثم المدينة. وكذلك يعدون عبد الله بن سلام من أحبار اليهود من الوفود، أسلم كذلك على يد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم أيضا وفد طفيل بن عمرو الدوسي، من كان معه قوم لاحقا إلا أن قدومه الأول كان منفردا. وكذلك وفد فروة بن عمرو الجذامي، أسلم وأرسل عاملا للروم فقتلوه. هؤلاء يعني بعض وفود النبي صلى الله عليه وسلم، بعض وفود الأفراد الذين أتوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم مسلمين خاضعين لله عز وجل. ثانيا، الوفود الجماعية، قبائل وجماعات. من أشهرهم وفد عبد القيس، ووفد ثقيف أهل الطائف، ووفد بني تميم، ووفد بني حنيفة وفيهم مسيلمة الكذاب، ووفد هامدان أو همدان، وفد نجران من نصارى نجران، ووفد كندة، وكذلك وفد الأشعريين، ووفد طي تم ذكره في الأفراد وهنا نذكره في الجماعات، ووفد دوس، اللهم اهدي دوسا وأت بهم، وكذلك وفد مزينة، ووفد قبيلة أسلم، وفد غفار، وفد جهينة، وفد بني عامر بن صعصعة، وفد سعد بن بكر. بني سعد طبعا أسلموا على يد ثعلبة ضمام بن ثعلبة رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وفد بني سليم أو سليم، وفد بني فزارة، وفد أزد شنوءة. أزد شنوءة تقريبا هم من الطائف وقريبين من الطائف، ومنهم البقوم، ومنهم أيضا قبائل المرزوق وغيرهم. وفد بجيلة. وهناك وفود أخرى ذات طابع خاص كوفد نصارى نجران، ووفد البحرين، وفد عمان، عبد وجيفر أبناء الجلدي، وكذلك وفد اليمن، ومنهم معاذ بن جبل وأبو موسى الأشعري.
نعم. وبهذا أحصى بعض المؤرخين عدد الوفود إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم 70 وفدا، كما ذكر ذلك ابن سعد في الطبقات وابن حجر رحمهم الله تعالى. وأكثر هذه الوفود كانت قد أتت في السنة 9 من الهجرة، ولذلك سميت هذه السنة بعام الوفود. هذا يعني مختصر عن وفود الذين أتوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد أن نصر الله عز وجل دينه وأعز جنده. الآن نقرأ الحديث مرة أخرى ثم نشرع في شرح مجمل عن هذا الحديث العظيم. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: كتاب العلم، باب ما جاء في العلم. قال: حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا الليث عن سعيد المقبري عن شريك بن عبد الله بن أبي نمر أنه سمع أنس بن مالك يقول: بينما نحن جلوس مع النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد، دخل رجل على جمل فأناخه في المسجد ثم عقله، ثم قال لهم: أيكم محمد؟ والنبي صلى الله عليه وسلم متكئ بين ظهرانيهم. فقلنا: هذا الرجل الأبيض المتكئ. فقال له الرجل: ابن عبد المطلب. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: قد أجبتك. فقال الرجل للنبي صلى الله عليه وسلم: إني سائلك فمشدد عليك في المسألة، فلا تجد علي في نفسك. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: سل عما بدا لك. فقال: أسألك بربك ورب من قبلك، الله أرسلك إلى الناس كلهم؟ فقال: اللهم نعم. قال: أنشدك بالله، الله أمرك أن نصلي الصلوات الخمس في اليوم والليلة؟ قال: اللهم نعم. قال: أنشدك بالله، الله أمرك أن نصوم هذا الشهر من السنة؟ قال: اللهم نعم. قال: أنشدك بالله، الله أمرك أن تأخذ هذه الصدقة من أغنيائنا فتقسمها على فقرائنا؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم نعم. فقال الرجل: آمنت بما جئت به، وأنا رسول من ورائي من قومي، وأنا ضمام بن ثعلبة أخو بني سعد بن بكر. رواه موسى وعلي بن عبد الحميد عن سليمان عن ثابت عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا. هذا الحديث العظيم مشاهدي الأكارم من رواية الإمام البخاري رحمه الله، والله أعلم أن الإمام البخاري لم يذكره إلا في هذا الكتاب وفي هذا الموضع، فلم يذكره وليس له أطراف كما هي عادة الإمام البخاري رحمه الله تعالى، أنه يعني يروي الحديث بعدة طرق في عدة أبواب. لكن والله أعلم حسب علمي القاصر لم أجد له أطراف إلا في هذا الباب في هذا الكتاب. إذن ومعظم الرواه يروون هذا الحديث عن طريق الليث بن سعد وعن شريك عن عبد الله بن أبي نمر. وهناك رواية أخرى وهو أشار إليها الإمام البخاري رحمه الله، قال: رواه موسى وعلي بن عبد الحميد عن سليمان عن ثابت، واكتفى بهذا. هذا من حيث السند. وأما بقية الآئمة فرووه من طرق أخرى أيضا. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى عن أنس بن مالك قال: بينما نحن جلوس مع النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد، دخل
رجل على جمل فأناخه في المسجد. رواية الإمام مسلم تختلف قليلا. قال أنس بن مالك: نهينا أن نسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن شيء، فكان يعجبنا أن يجيء الرجل من أهل البادية العاقل فيسأله ونحن نسمع، فجاء رجل من أهل البادية. هذه رواية الإمام مسلم رحمه الله تعالى. وهنا أنس بن مالك يشير إلى الآية الكريمة، آية المائدة: يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبد لكم عفى الله عنها والله غفور حليم. هذه الآية الكريمة نهت الصحابة أن يكثروا الأسئلة التي لا داعي لها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فالتزموا النهي رضوان الله عليهم. فكانوا يتمنون أن يأتي الأعرابي الذي لم تصله هذه الآية ولم يصله هذا الخبر، أو الأعرابي الذي لم يسلم أصلا لا يلزم بتطبيق هذه الآيات، فيأتي ويسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم. كما أن أهل البادية بعضهم عقلاء، ولذلك هنا أشار أنس فقال: فكان يعجبنا أن يجيء الرجل من أهل البادية العاقل. وبعضهم في الحقيقة ليس له عقل، ليس لهم عقل، يكون فيهم جفاء الأعراب ويكون فيهم جرأة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم، كما ذكر ربنا في سورة الحجرات قال: بل أكثرهم لا يعقلون ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم لكان خيرا لهم. نعم، لكان خيرا لهم. هذا ذم من الله عز وجل لبعض الأعراب. نعود لرواية الإمام البخاري رحمه الله تعالى. فهنا الإمام البخاري قال: بينما نحن جلوس مع النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد. وهذا يدلك أيضا أن الصحابة كثيرا ما كانوا يجلسون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد ويتعلمون منه العلوم الشرعية ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. قال: دخل رجل على جمل فأناخه في المسجد. فأناخه في المسجد. بعض الروايات أنه أناخ الجمل عند الباب، عند بوابة المسجد. فمثلا رواية الإمام أبي داود ذكر روايتين. قال عن أنس بن مالك قال يقول: دخل رجل على جمل فأناخه في المسجد ثم عقله. والرواية الثانية قال: بعث ابن سعد بن أبي بكر ضمام بن ثعلبة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقدم عنه فأناخ بعيره على باب المسجد. فذكر الروايتين وكلاهما صحيح. يعني رواية الإمام أبو داود حسنها الألباني رحمه الله تعالى، حسن الأولى وصحح الثانية الإمام الألباني رحمه الله تعالى. والله أعلم. لو جئنا يعني نجمع بين الروايتين، لا أدري كيف نجمع، ولكن غالب العلماء يرجحون أن ضمام بن ثعلبة وضع جمله على باب المسجد. هذا ترجيح ابن حجر رحمه الله. والذي يظهر والعلم عند الله أن غالب الروايات ذكرت أن ضمام بن ثعلبة دخل المسجد بجمله. المسجد كانت له 3 أبواب: باب من الجهة من الجهة الشمالية، ومن الجهة الغربية، ومن الجهة الشرقية. أما من الجهة الجنوبية فكانت هذا تجاه القبلة. فكان باب من الجهة
الشرقية الذي كان يدخل النبي صلى الله عليه وسلم منه، ومن الجهة الغربية هذا الذي كان يدخل منه الصحابة. كان هناك باب من الجهة الشمالية. والذي يظهر العلم عند الله أن ضمام بن ثعلبة دخل المسجد من الجهة الشمالية، فدخل المسجد بجمله ثم عقله. وقضية عقله تدل على أن ضمام بن ثعلبة عقل هذا الجمل في داخل المسجد. لماذا؟ لأن خارج المسجد لا توجد أعمدة، ربما كانت هناك أشجار، لكن كل الأشجار التي كانت بجوار المسجد النبوي أزالها النبي عليه الصلاة والسلام، فكانه فيه فسحة. ولكن في داخل المسجد في جذوع النخل التي بنوا عليها السقف من الجهة الشمالية ومن الجهة الجنوبية، وبالذات أن في الجهة الشمالية كانت توجد مجموعة من صفين من الأعمدة التي هي المبنية من جذوع النخل. فالذي يظهر العلم عند الله لما دخل ربط ضمام بن ثعلبة في إحدى هذه الأعمدة، والله أعلم. وعلى كل حال لا يلام ضمام بن ثعلبة، لأنهم لم يكونوا يعلمون أن للمسجد قداسة ووضع يختلف عن وضع بقية الأماكن، فكانوا يظنونه صعيد من الأصعدة. وكما دخل ذاك الرجل الأعرابي وبال في طائفة المسجد، يعني في ناحية من النواحي دخل فبال، وكانوا يظنون هذا لما سألوا قد كنت أظن يا رسول الله إنما هو صعيد من الصعداء أو صعيد يعني مكان من الأمكنة. فضمام بن ثعلبة دخل المسجد بجمله، ولم ينهه النبي صلى الله عليه وسلم. وهنا أخذ العلماء من إدخال ضمام بن ثعلبة وسكوت النبي صلى الله عليه وسلم أن الجمل طاهر بوله وطاهر لعابه وطاهر لبنه. فاللبن بلا شك أنه طاهر، ولكن البول أجاز النبي صلى الله عليه وسلم شربه، وفيه شفاء لأمراض خطيرة، لأنه قيل أنه يعالج السكري، مرض السكري. من لزم شرب البول لفترة فإنه يعالج مرض السكري، والله أعلم. في قصة ذكل وعرينة، القبائل الذين جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقتلوا الراعي وأخذوا الجمال، اشتووا المدينة، اشتووا بمعنى أنهم تأثروا من جو المدينة، فأمر المسلم بشرب ألبان الإبل وأبوالها. فلما صحوا قتلوا الراعي وأخذوا الجمال، فبئس ما فعلوا، هل جزاء الإحسان إلا الإحسان. فبعث إليهم النبي صلى الله عليه وسلم سرية برئاسة علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وارضاه، وآتى بهم مأسورين، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف وسمل أعينهم صلى الله عليه وسلم. هذه قوة وتأديب لقطاع الطرق. وبعض المؤرخين مع الأسف لا يحب أن يذكر هذه الأمور، وبعض الدعاة يخفيها عن الخواجات وعن الغرب، وهذا حقيقة ليس من الحكمة ولا حتى من العلم، إذ أن وجود القوة في مكانها هي في الحقيقة إحدى وسائل الدعوة إلى الله عز وجل للعقلاء الذين يفهمون ما معنى القوة في مكانها. أما أن يبقى الإنسان يذكر فقط محاسن الإسلام، فإن الذي يستمع إليه قد يظن هذا الدين دين ضعيف وليس دين قوة. ولذلك المقولة التي تقول بأن الإسلام انتشر بالسلام ولم ينتشر بالسيف فهي مقولة باطلة، هي مقولة يعني مخطئة، مقولة خاطئة، سميها ما شئت، فليس بصواب
أن الدين الإسلامي انتشر بالسلام، بل انتشر بالسيف، انتشر بالقوة، انتشر بالجهاد في سبيل الله، انتشر بالفتوحات. وما هذه الفتوحات إذن؟ ماذا سنقول في فتوحات عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه، وفتوحات عثمان بن عفان وعلي بن أبي طالب، والمعارك التي خاضها خالد بن الوليد؟ ماذا كانوا يفعلون؟ كانوا يوزعون الحلوى؟ ماذا ستقول؟ المعارك التي كانت في الدولة الأموية والدولة العباسية، والمعارك القوية ضد الصليبيين، والعظماء الذين خرجوا كطارق بن زياد وموسى بن نصير ويوسف بن تاشفين، كيف تقولون بأن الإسلام؟ هذا كله تضليل، وكله خوف، وكله هزيمة نفسية من الداخل. يريدون إخفاء، يقول لك الإسلام انتشر. الإسلام انتشر بالقوة، وسوف تعود هذه القوة للمسلمين، ولكنه دين عدل ودين حرية ودين سلام، وليس دين سفك دماء، وليس هو دين يبحث عن القتل والفساد. ولذلك انظروا إلى التاريخ. عجبني أحد الإخوة من الشباب العيديين قال: ما رأينا أحد ممن يعني دخل في الإسلام ورجع عن الإسلام سقطة في دينه أبدا. حتى الدول التي تم فتحها بالمعارك، إذا دخلها المجاهدون المسلمون وقاموا بالدعوة إلى الله عز وجل في أوساط الذين تم يعني محاربتهم، غالبا ما يدخلون في الإسلام حينما يرون العدل ويرون تواضع القادة ويرون شيئا عجيبا لم يروه في قياداتهم، فيدخلون في الإسلام. فإذا دخلوا في الإسلام وخرج هؤلاء المجاهدون من أماكنهم، فإن هؤلاء لا يرتدون عن دينهم ويقولون: قد خرج المجاهدون ونريد أن نعود إلى الكفر. لا يعودون إلى الكفر أبدا، غالبا ما يبقون في الإسلام، وذلك لأنه دين حق ودين فطرة. إذن ضمام بن ثعلبة رضي الله تعالى عنه وأرضاه أناخ الجمل في داخل المسجد، ولم ينهه النبي صلى الله عليه وآله وسلم، واعتبر أن هذا أمرا عيديا. ويبدو لي أن هذا كان خاصا بضمام، لا أعلم هل هذا تكرر مرة أخرى من الوفود الآخرين أو لا. لم أقف على ذلك والعلم عند الله. وحتى ابن حجر في صحيحه في شرحه لصحيح البخاري لم يذكر هذا. يعني أنا قصدي، هل تكرر دخول جمل آخر من وفد آخر إلى المسجد، أو هو فقط قصة ضمامة؟ هذا محل بحث. قال: دخل رجل على جمل فأناخه في المسجد ثم عقله، ثم قال لهم: أيكم محمد؟ والنبي صلى الله عليه وسلم متكئ بين ظهرانيهم، فقلنا: هذا الرجل الأبيض المتكئ. رواية الإمام مسلم أكثر تفصيلا، دعونا نقرأها. قال: نعم. فجاء رجل من أهل البادية فقال: يا محمد، أتانا رسولك فزعم لنا أنك تزعم أن الله أرسلك. قال: صدق. فبدأ مباشرة رواية مسلم دون المقدمة التي ذكرت. لكن رواية الإمام الترمذي فيها شيء من التفصيل. قال: كنا نتمنى عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه وارضاه قال: كنا نتمنى أن يبتدئ الأعرابي العاقل فيسأل النبي صلى الله عليه وسلم ونحن عنده، فبينما نحن كذلك إذ أتاه أعرابي فجثى بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا محمد، إن رسولك أتانا فزعم لنا أنك تزعم أن الله أرسلك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: نعم. هنا أضاف
الإمام آه، أضاف الإمام الترمذي رحمه الله تعالى إضافة مهمة، أن ضمام بن ثعلبة لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم، دخل واقترب إليه وعرف أنه رسول الله جثى. والجثو، الإنسان يجثو، هو ثني جلوسه على الركبتين، ثني الركبتين والجلوس على الساقين، ثني الركبتين والجلوس على الساقين، كما يحصل لطالب العلم اليوم إذا جاء ليقرأ القرآن، غير التربيع. وهذه الجلسة فيها من التواضع للعالم وللمعلم حتى يستفيد من علم العالم ويكون جالسا أدب. وغالبا ما ترى هذه الجلسة عند الأفغان وعند الأتراك وعند طلبة العلم من الحفظة، هكذا يجلسون، يعني الركبتين مثنيتين واليدين على الركبتين ومطاطين الرأس. كذلك هذه الجلسة هي التي أيضا جلسها جبريل عليه السلام عندما أتى إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فقال لما قال عمر بن الخطاب: دخل علينا رجل شديد سواد الشعر شديد بياض الثياب لا يعرف منا أحد، فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع يديه على فخذيه فقال: يا محمد. هذه رواية عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وأرضاه. نعود لرواية الإمام البخاري رحمه الله، قال: أيكم محمد؟ يسأل ضمام بن ثعلبة: أيكم محمد؟ فقالوا له الصحابة: هذا الرجل. قال الصحابة: أيكم محمد؟ والنبي صلى الله عليه وسلم متكئ بين ظهرانيهم. متكئ يعني كأنه متكئ على وسادة صلى الله عليه وسلم. وهذه جلسة فيها من البساطة، وفيها أيضا من الأنس بين الصحابة رضوان عليهم، وفيها أخذ النبي صلى الله عليه وسلم راحته، متكئ وكأنه متكئ على وسادة. ومعنى بين ظهرانيهم، فكأن النبي صلى الله عليه وسلم جالس في وسط الصحابة، والصحابة محيطين من حوله، يعني عن يمينه وعن يساره، من أمامه ومن خلفه، بين ظهرانيهم. أو أنه صلى الله عليه وسلم عند القبلة والصحابة من حوله من 3 جهات، وهذا أيضا ممكن أن يقال بين ظهرانيهم باعتبار أنهم أحاطوا بغالب الجهات. وقالوا له: هذا الرجل الأبيض المتكئ. وهذا أيضا يدلك على تواضع النبي صلى الله عليه وسلم، أن ضمام بن ثعلبة لم يعرفه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان جالسا بين أصحابه جلسة عادية جدا لا تميزه عن أصحابه، فأشاروا إليه الصحابة رضي الله عليهم: هذا الرجل الأبيض المتكئ. وهذا أيضا يأخذ بنا إلى وصف رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان عليه الصلاة والسلام أحمر مشرب بحمرة، وكان وجهه صلى الله عليه وسلم مثل الشمس، وفي رواية مثل القمر. فلو يقول شيخنا الشيخ ددو، يقول: لو أن ضمام بن ثعلبة رضي الله عنه وأرضاه أمعن النظر في جميع الجالسين لتعرف إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، مما أتى الله عز وجل من الهيبة والنور والوضاءة إلى وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك أنت لو أكرمك الله ورأيت النبي عليه الصلاة والسلام في المنام على هيئته الحقيقية فإنك تعرفه مباشرة، تعرف هذا الوجه النير. وكان عليه الصلاة والسلام وجهه أبيض مشرب بحمرة، وعليه لحية كثة تملأ صدره،
فكان إذا قرأ صلى الله عليه وسلم يرون الصحابة اضطراب لحيته. إذن وجهه معروف عليه الصلاة والسلام. صحيح هو متواضع صلى الله عليه وسلم وجالس بين الصحابة، ليس هناك منبر ولا كرسي مرتفع كما هو اليوم معروف لدى كثير من أهل العلم في الحرمين الشريفين، تجد كراسي مرتفعة ليتميز العالم، وهذا لا بأس به. لكن النبي عليه الصلاة والسلام كان جالس مع الصحابة رضوان الله عليهم على الأرض، فهذا يدلك على التواضع، ويدلك أيضا على جمال وجه النبي صلى الله عليه وسلم، حيث قالوا هذا الرجل الأبيض المتكئ صلى الله عليه وسلم. صلوا على رسول الله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد. اللهم إنا نسألك أن نلتقي به في الفردوس الأعلى من الجنة. فقال الضمام بن ثعلبة ابن عبد المطلب، يقول النبي عليه السلام: أنت ابن عبد المطلب؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: قد أجبتك، قد أجبتك. نعم، كأنه يقول: نعم أنا هو ابن عبد المطلب. وكان هذا الاسم هو المشهور لرسول الله صلى الله عليه وسلم، حيث أن جده هو الذي رباه، لأن والده عبد الله قد توفي، فالنبي صلى الله عليه وسلم قد توفي وهو محمول في بطن أمه شهرين، فالنبي صلى الله عليه وسلم اسمه محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن عبد مناف، هذا اسم النبي صلى الله عليه وسلم. فكان مشهور بين العرب بابن عبد المطلب. وكان عبد المطلب هذا جد النبي صلى الله عليه وسلم رجلا شريفا معروف بين القبائل، تعرفه القبائل البعيدة والقريبة، وكان من بني هاشم من كبارهم ومن ساداتهم العظماء. وكان جد رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا محبا للنبي عليه الصلاة والسلام كما تعلمون، محبا، ودافع عنه صلى الله عليه وسلم. فقال له ابن عبد المطلب، فقال النبي عليه السلام: قد أجبتك. فقال الرجل: إني سائلك فمشدد عليك في المسألة، فلا تجد في نفسك موجدة، يعني لا تغضب علي. أنا قادم وعندي مجموعة أسئلة شديدة ومهمة تتعلق بالعقيدة، وتتعلق بالفقه، وتتعلق بالأمور الاقتصادية والحياة، وتتعلق بالحج والصيام، وتتعلق بأمور الدينية كاملة. وهذه قضايا مهمة ستنقلني من حياة جاهلية سابقة إلى حياة جديدة. لذلك أريد أن أتأكد من صحة هذه الأقوال وصحة هذه الشرائع، فسوف أشدد عليك في المسألة. فكان جواب النبي صلى الله عليه وسلم: سل عما بدا لك، اسأل ما تريد. وهذا هو دأب الأنبياء والرسل في كونهم لا يمنعون الناس من الأسئلة. نعم، ويجيبون على أسئلة الناس، إلا ما جاء في كتاب الله من المنع، الأسئلة التي تكون فيها تجاوز في الحد. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: سل ما بدا لك. وأصلها اسأل، فحذف الهمزة وبقيت السين، وكان لابد من فتح السين لأن العرب لا تبدأ بالساكن، فتضطر إلى فتح الاسم أو الحرف الأول. سل ما بدا لك هي في الأصل اسأل ما بدا لك. فقال الرجل: أسألك بربك ورب من قبلك، الله أرسلك إلى الناس كلهم
وهذا يدلك، هذا السؤال أسألك بربك ورب من قبلك، ويدل على أنهم كانوا يعلمون أن ثمة خلق قبل الخلق الذين هم موجودين حاليا، وكذلك يؤمنون ويعلمون أن ثمة رسل قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكأنه ضمام يشير إلى هذا: أسألك بربك ورب من قبلك من الأنبياء، الله أرسلك بالحق. وهذا أيضا سؤال وطلب، يعني كأنه لا يطلب منه القسم، وإنما يطلب منه يقسم عليه أن لا يقول إلا حقا. ولا شك النبي عليه السلام لا يقول إلا صدقا وحقا، فهو صادق الأمين. لكن هذا الأسلوب، أسألك بربك، أسألك بربك. رواية مسلم قال فمن خلق السماء؟ قال الله. قال فمن خلق الأرض؟ قال الله. قال فمن نصب الجبال وجعل فيها ما جعل؟ قال الله. قال فبالذي خلق السماء وخلق الأرض ونصب هذه الجبال الله أرسلك، الله أرسلك؟ قال نعم. وهنا يدلك أيضا أن الحوار كان يعني طويلا إلى حد ما، وكان أيضا ضمام بن ثعلبة شديد في المسألة كما قال. فانظروا إلى هذا العرض الجميل والأسئلة الجميلة، لما قال له فمن خلق السماء وخلق الأرض ونصب الجبال الله أرسلك بالحق أو الله أرسلك؟ قال نعم. قال نعم. فبالذي خلق السماء وخلق الأرض ونصب الجبال. فيعني بعد أن قرر الربوبية لله عز وجل، وهذا التوحيد، توحيد الربوبية، كانوا يقرون به، كانوا يقرون به. لئن سألتم من خلقهم ليقولون الله، ولئن سألتم من خلق السماوات والأرض ليقولون الله. فهم يعرفون الله عز وجل، وعندهم أخباره سبحانه وتعالى من الكتب السماوية السابقة. فالسنوات ليست بعيدة كثيرا بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين عيسى ابن مريم حوالي 6 قرون، يعني 600 سنة كما في الحديث الشريف. وهذه الفترة هي فترة قريبة، ليست آلاف السنين، وفيها يعني الناس تتناقل الأخبار. ولو اعتبرنا القرن الأول هو جيل، هي 6 أجيال تقريبا، أو قل 8 أجيال. فعندهم خبر عيسى عليه السلام، وعيسى عنده خبر موسى عليه السلام، وموسى عنده خبر إبراهيم عليه السلام أبو الأنبياء، وهكذا. فعندهم بعض الأخبار. بل أن ورقة بن نوفل كان نصرانيا على التوحيد في مكة المكرمة. لذلك خديجة رضي الله عنها وأرضاها، من أين لها خديجة؟ كيف فهمت أن النبي صلى الله عليه وسلم نزل عليه قريب مما نزل إلى موسى؟ لماذا أخذت خديجة رضي الله عنها وأرضاها النبي صلى الله عليه وسلم رأسا إلى ابن عمها نوفل؟ هذا دليل على أنهم كانوا يعرفون هذه الأمور، كانوا قد وصلتهم الأخبار، ولكن الجاهلية كانت عمت بهم، فرحمهم الله عز وجل بإرسال محمد كما رحمنا سبحانه وتعالى. رواية الإمام الترمذي في الحقيقة أيضا فيها شيء من هي نفسها رواية الإمام مسلم رحمه الله تعالى، لكن فيها فبالذي أرسلك الله أمرك بهذا. نعود إلى رواية الإمام البخاري
حتى نكمل شرح الحديث سريعا، لأن الوقت قد أزف وانتهى، ولكن بقي معنا دقائق ممكن أن ننتهي منها. قال قال إني سائلك فمشدد عليك في المسألة فلا تجد علي في نفسك، فقال سلم عما بذلك. فقال أسألك بربك ورب من قبلك الله أرسلك إلى الناس كلهم؟ فقال اللهم نعم. قال أنشدك بالله الله أمرك أن نصلي صلوات الخمس في اليوم والليلة؟ وهنا سأل عن الصلوات الخمس فأجابه النبي صلى الله عليه وسلم نعم. قال أنشدك بالله الله أمرك أن تأخذ هذه الصدقة من أغنيائنا فتقسمها على فقرائنا؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم نعم. وهذا تكرر في جميع الروايات. فقال الرجل آمنت. هنا لم يذكر في حديث الإمام البخاري كما تلاحظون قال هل قال يعني قال أنشدك بالله الله أمرك أن تأخذ هذه الصدقة من أغنيائنا فتقسمها على فقرائنا؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم نعم. فقال الرجل آمنت بما جئت به وأنا رسول من ورائي من قوم أنا ضمام بن ثعلب أخو بني سعد. لم يذكر هنا الإمام البخاري فريضة رمضان صيام رمضان ولا فريضة الحج، لكن الإمام مسلم ذكرها، ولذلك ينبغي علينا أن نقرأ رواية الإمام مسلم. هنا قال وزعم رسولك أن علينا زكاة في أموالنا. الزعم هو الادعاء بغير دليل. الزعم في اللغة العربية هو الادعاء بغير دليل. قال الله أمرك بهذا؟ قال نعم. قال وزعم رسولك أن علينا صوم شهر رمضان في سنتنا؟ قال صدق. هنا ذكر الإمام مسلم رحمه الله صيام رمضان. قال فبالذي أرسلك الله أمرك بهذا؟ قال نعم. قال ونعم. وزعم رسولك أن علينا حج البيت من استطاع إليه سبيلا؟ قال صدق. قال ثم ولى وقال والذي بعثك بالحق لا أزيد عليهن ولا أنقص منهن. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لئن صدق ليدخلن الجنة. وهناك صرح أنه ثمام الثعلبة، وهنا لم يصرح. على كل حال هذا الحديث مشاهدي الأكارم حديث عظيم جليل، تحدث عن الجوانب العقدية فأثبت لله سبحانه وتعالى الربوبية، ثم أثبت لله سبحانه وتعالى العبودية له جل جلاله. وفي كل مرة يسأل الله أمرك بهذا؟ فكلمة الله تعني الإله المألوه المعبود الذي خضعت له الرقاب وخضعت له القلوب سبحانه وتعالى. ثم بدأ يسأل عن موجبات هذا الإيمان برسول الله صلى الله عليه وسلم، وقبل ذلك بالله عز وجل. فموجباته هو أداء الصلوات الخمس وإيتاء الزكاة صوم رمضان وحج البيت. فبعد أن يوحد الإنسان ربه يأتي بهذه الأعمال التي يسمونها العلماء أعمال الجوارح. والإيمان بالله عز وجل وإيمان برسوله يسمونه أعمال القلوب. وهنا ربما أيضا نسأل لماذا النبي صلى الله عليه وسلم لم يخبره عن الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره؟ قال بعض أهل العلم ذلك لأنه كان معروف لديه من خلال أسئلته، تبين أن هذا كان معروف لديه، فهو أتى ليتأكد من الشرائع التي هي تلزم الشخص اليومي، وهي الأعمال اليومية كأداء الصلوات الخمس، والأعمال السنوية كالزكاة، والأعمال الشهرية كصوم رمضان، وكذلك الأعمال السنوية أيضا حج بيت الله الحرام لمن استطاع إليه سبيلا. هذا ما تيسر شرحه في حديث أنس بن مالك في حديث ضمام بن ثعلبة. وبالمناسبة هناك أيضا شواهد من حديث أبي هريرة وغيره لهذا الحديث العظيم. سبحانك ربنا لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم زدنا
علما، ووفقنا للعمل بما علمتنا، واجمعنا برسولنا الكريم محمد صلى الله عليه وسلم في الفردوس الأعلى من الجنة، إن ذلك عليك يسير وأنت بالإجابة قدير. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. على نهج الرسول لنا مسير، وعند الله للساعي مصير. شغلنا عن طريقك يا حبيب.